السلام عليكم. مثل بيقول تعرف فلان؟ ايوه. عاشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. بس لو قلتلك ان نفس الناس اللي عاشرت نفس البني ادم ممكن يكون ليها فيه رأي مختلف تماما. انا جنة عادل وهي دي السحلة. النهارده ماري مون عنده زيارة عائلية شوية، بيرجع تاني قصر الحكيم آي علشان يقابل تي مربية الملكة نفرتيتي وموت نجمة اختها اللي مش شقيقة. تقول لي طب ما هو كان عند الحكيم آي من كام يوم، ما قابلهمش في نفس المرة ليه؟ كانوا في المصيف ولسه راجعين. ما تركزوش يا جماعة، احنا في رواية صباح الفل يعني. بيدخل ماري مون الاول عند الست تي، ودي غير الملكة تي اللي هي مامة اخناتون. بيلاقيها حجوجة كده جميلة في السبعينات، جسمها قليل شوية بس واضح ان صحتها كويسة. ازيك يا ماري مون وازاي يومك؟ انا بخير يا خالتي والله الحمد لله. انا عمك آي كان قال لي انك باين بتعمل وثائقي عن اخناتون ولا تقرير استقصائي ولا ايه؟ مظبوط يا خالتي، الله ينور عليكي. انا جايه عشان اسالك على اخناتون فعلا. انا عنيا ليك يا ابني والله، بس هو انا اصلي ما اعرفش حاجه عن اخناتون. لا حجوجه هنصيع من اولها يا ابني. لا مش بصيع ولا حاجه، بس انا ما قابلتش اخناتون غير مرتين ثلاثه في حياتي كلها. يعني ايه يا حاجه ما عندكيش حاجه تقوليها؟ ده انا جايب صينيه بسبوسه، ده انا جاي لك من طنطا. هقول لك ايه يعني، كان غلبان والله وطيب. عمك آي كان بيحكي لنا في البيت انا والبنات يعني عن الكلام اللي هو كان بيقوله ده، بصراحه كلام ما يصحش خالص. انا وموت نجمه اتخضينا قوي، لكن نفرتيتي حبيبتي كان ليها راي تاني. هي من صغرها كانت ذكيه ونبيهه ومهتمه بدراسات الدين. كنت بقول لعمك آي البت دي لما تكبر هتطلع كاهنه، وكانت جميله وصوتها حلو ورقصها حلو، لدرجة اني مخبيش عليك يعني كنت بخاف جمالها ده يوقف سوق موت نجمة بنتي. بس عمري ما فرقت بينهم في المعاملة، ويعني كان بيحصل بينهم حاجات زي غيرة الاخوات كده، بس نفرتيتي كانت دايما بتلم الدنيا. حتى لما موت نجمة تزعلها هي اللي كانت بتروح وتصالحها. لما لقيتها ميالة لكلام اخناتون وموضوع الاله الواحد ده، فهمتها ان ده كلام خطير ما ينفعش تقوله خالص، بس هي كانت مصدقاه. قفشتها كام مره في الجنينه بتغني من الاناشيد اللي كان اخناتون كاتبها للاله بتاعه. لما الملك والملكه عزمونا على حفله التتويج قلت كويس، فرصتنا نلاقي عريسين للبنات ونجوزهم ونطمن عليهم، خصوصا ان الحفله دي هيكون فيها انضف ناس في البلد. لبست البنات وزوقتهم، وكانت حفله ملهاش زي يا ماري مون يا ابني. القصر كله كان منور بالمشاعل، والكورال الملكي كان عمال يغني، والرقصات عمالين يرقصوا ويعملوا استعراضات جميله، والعبيد عمالين يلفوا على الناس بالاكل وبالبخور. بصراحه انا كنت منظره على حور محب ولا بيك النحات للبت موت نجمه بنتي، بس لقيت عينيهم رايحه لنفرتيتي، خصوصا لما قامت تغني وترقص مع بنات الاشراف. صوتها كان احلى من كل مطربات القصر. ما خبيش عليك غيرت شويه وصعبت عليا موت نجمه بنتي. انا بنتي مش وحشه، هي بس نفرتيتي كانت منوره قوي ليلتها. وبعدين قلت يا بت وماله، خلي نفرتيتي تتجوز علشان موت نجمه هي كمان تنور وتلاقي ابن الحلال. ببص على نفرتيتي لقيت عينيها رايحه على ولي العهد، ولقيته هو كمان بيبص لها. استغربت، ما تاخذنيش يعني، انا ما بحبش اعيب على حد، بس هو ما كانش حلو خالص، قليل وضعيف كده وجسمه بناتي شويه. ويظهر ان هي كمان اتخضت من منظره. بعد ما خلصت رقص جت تقول لي انا كنت فاكره شكله حاجه تانية خالص. بس هي يعني السهره مشيت على خير، ولما روحنا قلت لعمك آي حضر نفسك يا ابو البنات، الخطاب هيدقوا على بابك من بكره. مفيش يوم ولا يومين ولقيت الملكه بعتت تستدعي نفرتيتي. قلت جايز عايزه تخليها وصيفه عندها. حاولت اعرف اي حاجه من عمك آي، عمل عبيط، قال لي علمي علمك. بس خد بنته على جنب وقعد يوصيها تتكلم ازاي وتتصرف ازاي قدام الملكه، ونبه عليها ما تجيبش سيره موضوع الاله الواحد ده خالص. الموضوع ده اصله كان عامل قلق في القصر كله. لما رجعت من عند الملكه كانت طايره من الفرحه، خدتني بالحضن وقعدت تعيط وحكت لي بالتفصيل الملكه قالت لها ايه، بس انت عارف بقى السن ليه احكام، مش فاكره بالظبط. وبعدها بمفيش اتعمل لهم حته فرح هي واخناتون ما حصلش زيه ابدا. ونفرتيتي بصراحه كانت اصيله، تمرت فيها تربيتي، ضمتني للحاشيه بتاعتها وادتني لقب مربيه الملك، ده اللقب اللي تحت الاميرات على طول. وبصراحه يعني العيله كلها اتنقلت نقله كبيره قوي لما نفرتيتي اتجوزت اخناتون. كانت روحها فيه وهو كان روحه فيها، وكانت معاه في مشواره طول حياته. في المعبد بتاعه كاهنه وعلى العرش ملكه. وعمري ما فهمت بصراحه هي سابته ليه في الاخر. اول ما عرفت انها سابت له القصر رحت لها قصرها في اخيتاتون وقلت لها ليه بس يا بنتي؟ قالت لي خليكي في حالك يا خالتي وامشي وسيبيني في سلام. خفت يعني تكون زعلانه من آي انه هياخدنا ويمشي مع اللي هيمشوا ويسيبوا اخيتاتون. قلت لها دول بيعملوا كده عشان مصلحته، عشان ما حدش يأذيه. قالت لي امشي يا خالتي في سلام، امشي في سلام. طب وانت يا بنتي مش هتيجي معانا على طيبه؟ قالت لي انا مش هطلع من القصر ده لحد ما اموت. وطلعت من عندها يا ابني ورجعت على طيبه وانا حالي يعلم بيه ربنا. وبقيت مستغربه ازاي تسيبه بعد كل الحب ده. بصراحه ما لقيتش سبب غير انها صعب عليها تشوفه وهو بيتهزم قدامها. كانت لحظه يأس يعني، فسابت له القصر ومشي. وانا متاكده انها اكيد حاولت ترجع له تاني بعد ما الكل مشيوا، بس هم منعوها بالقوه، وفضل يحبت عيني لوحده لحد ما مات. تعرف جالي في الحلم من كام سنه،
شفته واقع على الارض وفيه جرح غويط في رقبته وعمال ينزف. قلت بس يبقوا قتلوه، مشونا من اخيتاتون علشان يستفردوا بيه ويموتوه. كان طيب يا ميري مون، ما يستاهلش اللي الناس عملته معاه ده، العيبه ما كانتش بتطلع من بقه. مش عارفه ليه محدش اتعامل معاه بنفس الطيبه دي. وبتخلص الحجوجه كلامها وميري مون ما بيرضاش يتقل عليها علشان السن ليه احكام برضه، وبيطلع من المقصوره بتاعتها ويروح على مقصوره تانية عايشه فيها موت نجمت. موت نجمت بقى شخصيتها غامضه شويه، يعني هي في اوائل الاربعينات وجميله ومهتمه بنفسها، بس اتيتيودها مدي على قبل النظره كده، مع ان ابوها وامها بشوشين مش كده خالص، ومع انها ست حلوه وتقدم لها ناس كتير الا انها ما اتجوزتش ابدا. سلمت على ميري مون سلام واقف كده وابتدت تحكي له من سوء حظي ومن سوء حظ العيله دي كلها اننا كنا جزء من المأساة اللي عملها الكافر ده بجنانه. واضح ان ابله موت نجمت قفشه خالص من ساعه ما بابايا قال لي على الكفر اللي هو بيقوله ده، وانا قلت انه مجنون وهيضيع البلد. وماما كمان كانت شايفه كده على فكره، بس نفرتيتي طبعا كان لازم تقول انها مصدقاه. هي من صغرها كده اتنشن، تحب تلفت انتباه الناس باي شكل، زي ما عملت يوم حفله التتويج بالظبط. فضحتنا. انا مثلا لما جت دور عليا علشان اغني وارقص، غنيت اغنيه للفرعون ورقصت بحشمه ووقار زي البنات المتربيه. نفرتيتي بقى عملت فيها ساميه جمال، ولما غنت اغنيه مايصه كلها ايحاءات، حاجه كده زي تانجو الامل بتاع نور الهدى، لدرجه ان بابا حط وشه في الارض وماما ما بقتش عارفه تقول ايه للناس. الناس كلها كانت هتاكلها بعينيها من قله حياها. كل الاستعراض الخليع اللي هي عملته ده كان علشان تلفت نظر حور محب، بس هو ما عبرهاش عشان راجل محترم وجد، مستحيل واحده ملعب زي دي تلفت انتباه. ويوميها كانت اول مره اشوف اخناتون، وعرفت ان الافكار المشوهه دي مستحيل تطلع غير من شخص مشوه برضه. لما الملكه طلبتها الاخناتون استغربت، قلت مش المفروض ولي العهد يتجوز اميره من عيله ملكيه علشان شرعيته تبقى اقوى؟ مامتي قالت لي لو الملك قوي يقدر يعمل اللي هو عايزه، ومش هيحتاج يعني انه يناسب ملك زيه علشان شرعيته تبقى قويه. امنحتب الثالث نفسه اتجوز واحده من عامه الشعب، وعلشان كده وافق ان ابنه كمان يتجوز واحده من عامه الشعب. ما كانش يعرف ان الدوله مش هتفضل قويه ولا حاجه. قبل جوازهم زنقتها، ما تقوليليش انه عاجبك فعلا يعني. قالت لي هو راجل غير كل الرجاله. ولما زنقتها بالكلام اكتر وسالتها يعني انت عارفه تتخيليه زوج ليكي، قالت لي هي باكج على بعضها، مش هعرف افصل الزوج عن الكاهن. ما فهمتش كلامها، بس كنت متاكده انها بتحور. دي اختي وانا عارفاها، احنا متربيين مع بعض من واحنا عيال. واحده كان عندها كراش على حور محب، هتبص لواحد بالمنظر ده؟ عرفت انها هتشاركوا العرش، ملكه وكاهنه، والحب هتخليه لناس تانية. خصوصا اني زي ما عرفت ان الحريم بتاعه ملوش في الموضوع اصلا، ومش مهتم وما بيعاقبش حد. لعلمك الحريم عارفين تفاصيل اكبر رجال الدوله ما يعرفوهاش، زي مثلا علاقته بامه والبنت اللي كان مخلفها منها. ميري مون طبعا قاعد بيسمعها وبيقلب الكلام في دماغه. كلامها شبه كلام تدوخيبه مرات ابو اخناتون. هي برضو كانت بتحاول تقول ان كان في علاقه بين نفرتيتي وحور محب، بس طب ما هو قعد مع حور محب، هل كان في حاجه في كلامه تقول ان كان بينهم علاقه فعلا؟ ميري مون هيسمع ريكوردات تاني، وانتوا ممكن تتفرجوا على الجزء الرابع تاني. وكمل يا ست موت نجمت. لما ابوه مات واتوج ملك كان لازم اعلن ايماني بالاله الواحد. اصل هعمل ايه يعني؟ هقول ان انا مش مصدقاه واعمل ازمه في القصر؟ بس من جوايا انا عمري ما كفرت بالهتي، وعمري ما صدقت في الاله الجديد بتاعه ده، وطول الوقت كنت حاطه ايدي على قلبي من انتقام امون. لما رحنا اخيتاتون ولقيت الدنيا كويسه معاه فعلا، بقيت اسال ماما هي ازاي الالهه ما انتقمتش منه وسابته يمسح اساميها ويصادر اوقافها كده؟ قالت لي ما يمكن تكون دي علامه على ان الاله بتاعه حقيقي فعلا. بس انا عمري ما صدقت الكلام ده. كنت عارفه ان امون لما بيغضب على حد بيسيبه يتمادى وبعدين ينتقم منه شر انتقام، زي ما حصل فعلا. لما الدنيا ابتدت تبوظ والفساد انتشر وسمعت بالكلام ده، قعدت مع نفرتيتي قلت لها خافي على عرشك، هتستفيدي ايه لما تبقي ملكه بتحكم خرابه؟ قالت لي عرشي بيحميه الاله الواحد واحنا هنا بننفذ مشيئته. في الفتره دي ابتدت علاقتي تبقى اقوى بتوتو وزير الرسايل، وبقى همزه الوصل بيني وبين كبير كهنه امون. وعرفت منه ان الكهنه مش ساكتين، ولما طلبوا مني ان انا احاول اضم نفرتيتي لصفنا قلت لهم ان مفيش منها رجل، عايشه دور الكاهنه ومصدقه نفسها. وكان نفسي حور محب يتحرك ويخلصنا منه ومن جنانه، وحاولت اتكلم معاه اقول له قوم بواجبك، بس هو كان متحفظ قوي في كلامه معايا، لحد ما الدنيا خلصت زي ما انت عارف وسابت له القصر لما سابوه واختاروا فرعون جديد. كانت عايزه تفصل نفسها عنه وما يبقى لهاش علاقه بيه، يمكن الكهنه يصدقوها لو حاولت ترجع طيبه، بس لعبتها الخايبه دي ما خلتش على حد، وهي مرميه لوحدها دلوقتي في اخيتاتون، محدش عايز يسمع عنها ولا يبص في وشها. وتستاهل. اذا كان هو ضيع البلد علشان مجنون ومستهتر، فهي ضيعتها بانانيتها وحبها للسلطه. وبهذا النيرف الفظيع بتنتهي المقابله بين ميري مون وبين موت نجمت اخت نفرتيتي غير الشقيقه، وبيسيبها ميري مون وبيروح على قريه صغيره في اطراف طيبه عايش فيها الشخص اللي هيقابله في محطته الجايه. وهو في الطريق بيفضل يفكر، حتى الاتنين اللي عاشروا نفرتيتي من وهي عيله صغيره
رأيهم فيها عكس بعض. تي المربية بتاعتها كانت شايفة انها بنت طيبة وأصيلة وبتحب اخناتون. موت نجمت كانت شايفة انها مش سالكة وملعب وبتحب السلطة. وواضح طبعا ان كان في تاتش نفسنا بينها وبين موت نجمت. بس هل النفسنة دي هي اللي أثرت على رأيها فيها وخلتها تشوفها بالمنظر ده، ولا رأيها ده هو الحقيقة وتي هي اللي متعاطفة معاها بزيادة عشان هي اللي مربياها وعلشان خلتها جزء من الحاشية الملكية؟ وإيه موضوع العلاقة اللي بين إخناتون ومامته اللي عمال ينط في الكلام كل شوية ده؟ عموما هيبان في السحلات اللي جاية. لو عجبتكم السحلة دي لايك، شير وسحلوا صحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.